حل فصل الربيع واستيقظت الطبيعة من سباتها، فأورقت الأشجار واخضر العشب وتفتحت الأزهار، ولما ينزل المطر يلوح قوس قزح بألوانه الزاهية المتناسقة مع ألوان زهور الغابة وورودها. خرجت العرائس الطائرة ترفرف وتمرح مع السناجب، وأقدم النحل يرعى الأزهار يمتص رحيقها ليصنع العسل غذاء للإنسان ودواء تداوى به. فرحت الطيور بقدوم الربيع وجاءت ترفرف حول العرائس الطائرة وكأنها تستقبلهن وتهنئهن بهذا الفصل الجميل. لما يمضي وقت طويل حتى وجدت العرائس طرا عملاقا على ضفة بركة، فاتخذنا منها بيتا يسكنه ويتمتعن بالحديث مع الأسماك والضفادع. فرحت العرائس الطائرة بمسكنهن الجديد الهادئ، فقد كانت تحيط به أنواع مختلفة من الأشجار والنباتات والتوت والفراولة. في الليالي المقمرة كانت العرائس الطائرة تخرجن لترين ألوان الأزهار تنعكس على صفحة البركة، والقمر ينشر فضته عليها. حقا إن فصل الربيع جميل بألوانه الطبيعية التي لا تفارقنا ليلا نهارا.